الوصفة هاي كل مرة بنعملها بتطلع أذكى من المرة اللي قبلها. جربوها واحكوا لنا. وهاي المرة بالذات شكلها كتير زاكية وأنا جوعان بشوفكم. تعال تعال، وين رايح نصور الوصفة للناس؟ بنقشر البطاطا، بنقطعها وبنسلقها وبنهرسها مع الزبدة والبهارات الموجودة بالكابشن. بنحمل مقلاية، بننزل الزبدة والزيت والبصل. بس يتدبل البصل بنضيف الدجاج والثوم، بنحط ملح، فلفل أسود، بودرة ثوم، بودرة بصل، بهارات السبعة والزعتر الناشف وبنقلبهم سوا. هلا أنا راح أقطع الفليفلة مكعبات والفطر كمان نفس الشيء تكون مكعبات صغيرة، وأضيف أول شيء الفليفلة أحركها بعدين الفطر لأنه ما بده وقت كتير. بحب أضيف قشطة تعطيها نكهة كتير زاكية. وبعدها رح أفرد الخليط بالصينية. بجيب البطاطا اللي جهزناها وببلش أعملها على شكل كرات عشان أرتبها بالصينية بهذا الشكل. وبالآخر بنضيف الكريمة وجبنة الموزاريلا وعلى الفرن بس لتتحمر. ما شاء الله لونها بشهي. حمزة، ليش بقطعتين ناقصين؟